أهلا ومرحبا بيك برج الجدي في القراءة العامة لشهر يوليو 2025. اشبك طاقتك بطاقتي يا برج الجدي واكتب لي في الكومنتات استقبلت. يا برج الجدي، الجبال العالية ما بتختبرش بالعواصف ولا بالمديح. خلي بالك مش كل صمت حكمة، ساعات بيكلفك ناس لازم تطمنهم، وساعات كمان في ناس بتبعد لأنك ما بتوضحش، وفي ناس بتستنى منك كلمة بس تطمنها. في رجوع وفي اتصال، بس في طرف فيكو فقد الثقة في التاني ومحتاج مجهود كبير علشان تثبت له انك انت بتحبه يا برج الجدي. في قوة مش عادية بتتولد جواك، علشان ده مش وقت استعراض في شهر يوليو 2025. الرسالة الفلكية بتقولك ان في قوة غير عادية بتتولد جواك يا برج الجدي، علشان ده مش وقت الاستعراض. وفي كمان حاجة بتجبرك تدافع عن كيانك بكل هدوء وثبات. كمان في تغيير مفاجئ في علاقة مهمة جدا ليك، سواء بانفصال أو بتقرب قوي جدا بينك وبينه. وفي كمان الملائكة بيحذروك من البرود والصمت الزيادة اللي بيخسرك ناس كتير بتحبها يا برج الجدي. الجبل مش دايما يثبت نفسه. كفايه بس ان هو واقف يا برج الجدي. يعني انت زي الجبل، انت جامد زي الجبل وباين، مش محتاج انك انت تعمل اي مجهود وتعمل اي حاجه علشان تثبت نفسك في شهر يوليو يا برج الجدي. في تحذير طاقي ناري، ما تلعبش بالنار في شهر يوليو يا برج الجدي. يلا بينا نشوف الطاقه العامه يا شباب لبرج الجدي. في طاقه عمل كتير او شغل كتير، وفي طاقه عند جامده جدا، وفي حاجة جميلة جدا بتتوج لو بتتوج فيها في شهر يوليو 2025. لو انت بتسعى للشهرة ففي حاجة بتطلع جامد جدا نجمها في شهر يوليو ان شاء الله. لو انت بتسعى لحاجة او منصب او حاجة في العمل فان شاء الله ربنا بيكرمك وبيبان الحق وبيكون معاك يا برج الجدي. يلا بينا نشوف رسالة الملائكة ليك ايه يا برج الجدي. بيقولك ان كل حاجة ممكنة، ما تفقدش الامل ابدا في اي حاجه انت عايز تحققها. وبيقولوا لك كمان مفيش مشكله، او مفيش، يعني الموضوع مش مشكله انك انت بتبص للحياه ازاي. مفيش حاجه اسمها ان الحياه تراجيدي او كوميدي. الحياه بناخدها كده وبنعيشها بحلوها وبمرها. طيب رسالة الملائكة ليك ايه تاني يا برج الجدي؟ بيقولوا لك حدسك الداخلي، حاول انك انت تتبع حدسك الداخلي، علشان شهر يوليو 2025 هيكون مليان باكتشافات. كل الحاجات اللي انت كنت شاكك فيها في الفترة اللي فاتت يا برج الجدي بتظهر وبتبان، وبتبدأ انك انت ترجع كده وتستوعب هو ده اللي انا كنت فاكره كذا كذا، فعلا ده طلع حقيقي. بتبدأ انك انت تفك رموز وشفرات حاجات انت كنت شاكك فيها من قبل كده، وتلضم خيوط كانت انت كنت بتحاول تربطها من قبل كده علشان توصل لحقيقة ما، وبتوصل للحقيقة دي ان شاء الله يا برج الجدي في شهر يوليو 2025. بالنسبة لطاقة المال والارزاق ايه يا شباب في شهر يوليو 2025؟ طاقة المال والارزاق هي بداية جديدة بتوصل لها، أو بداية جديدة منتظرها إن شاء الله بتحصل في شهر يوليو 2025 يا برج الجدي في طاقة المال والأرزاق. أما الطاقة العاطفية بيقولك إيه حبيبك أو بيحصل معاه إيه؟ في طاقة حيرة جامدة جدا، محتار ما بين حبيبك قبل كده أو حبيبك بيعمل إيه، وفي صدمة بتحاول تفكر فيها وبتفكر في الانفصال. ليه يا برج الجدي؟ ليه بتفكر في الانفصال؟ بتعاتب حبيبك ومهما قالك مش عاجبك، بيحصل انفصال وبيحصل رجوع في شهر يوليو 2025 ما بينك وما بين حبيبك، لان انت خلاص تعبت في حاجة كنت شاكك فيها، بتواجهه فيها وبتعاتبه وبتحاسبه، وفعلا بيحصل انفصال وبيحصل رجوع في نفس الشهر. يعني زي ما تقول كده خناقة صغيرة كده على الماشي، بس انتوا بتحتفلوا بالرجوع ان شاء الله يا برج الجدي في شهر يوليو 2025. حط حد في عقلك وبالك نشوف بيقول لك ايه يا برج الجدي في شهر يوليو 2025. بيقول لك انه سابك علشان غيران عليك وعلشان شافك مع حد تاني، وبيقول لك ان الوقت ما كانش مناسب ليكوا، وبيقول لك كمان ان هو بيستخبى خلف الاشياء الماديه، وبيقول لك كمان ان هو بيندم ان هو كذب عليك يا برج الجدي. شكرا برج الجدي حبايب قلبي ونورتوني، شكرا حبايب قلبي.